السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكأس زيت وحبتين بيض وبدون مارغرين ولا أي مكونات مش موجودة في البيت، راح نحضروا هذه الحلوى اللذيذة اللي تصلح لقهوة العصر وفطور الصباح، وحتى تصلح أنك تديها ضيافة في يدك بما أنه العطلة راهي على الأبواب. نحضروا الجبنه تاعنا ونجيبوا المكونات تاعنا كما قلنا. بالنسبه لهذا الحلوى ما فيهاش المارغرين، يعني فيها غير الزيت. نبداو هنايا بالمنكه تاعنا اللي هو مبشور الليمون. بالنسبه لهذه الكميه استعملت مبشور ليمونه كامله. بالنسبه للمكونات عندنا كأس زيت، كأس سكر، نصف كأس نشاء، بيضتين كاملتين، ملعقة كبيرة من الفانيلا وقرص ملح وكيس خميرة كيميائية اللي فيها 10 غرام. بلا ما ننساو الفرينة، انا هنا استعملت لابيل لانها هي مضمونه، يعني الحق هي لا اشهار لا والو، بصح انا دائما نستعملها. ميم كي كنت نخدم الحلويات كنت نستعين بها بزاف لانها مضمونه وتصلح لجميع انواع الحلويات. نبداو نخلطوا المكونات تاعنا بالاستعانه بالخلاط اليدوي، وتقدري ما تستعملي يدك، يعني تحبكيها مليح في الجفنه كما كنا نديرو زمان. حطيت المكونات تاعي اللي هما الزيت، السكر، البيض والفانيلا والملح، خلطتهم مليح بالخلاط اليدوي. بعدها وليت نضيف في النشاء، ونركز هنايا على هاد النقطة، لازم المكونات يتخلطوا مليح حتى الخليط تاعك يولي كريمي ويعني ابيض. بالنسبة لهذه القاعدة طبقيها على جميع هذه الانواع تاع الحلويات، لانها هي تعطيك سر الهشاشة ويعني تساعدك في تشكيل العجينة. ضفت هنايا النشاء تاعي والخميرة الكيميائية، وبعدها نبداو نضيفوا الفرينه. بالنسبه انا لهذه الكميه خدات معايا تقريبا اكثر من 400 غرام، يعني تقريبا نصف كيلو غرام من الفرينه. لكن دوك انتي على حساب الكأس تاعك وعلى حساب حبه البيض، يعني دي فوا نطيحوا في حب خشين ودي فوا في حب رقيق، ولا القوام اللي نحتاجوه. نبداو نشكلوا العجينه تاعنا. هي من الأحسن أنك تخليها ترتاح 5 دقائق بعد ما يعني تحطي لها الفرينة. ولا طريقة التشكيل. بالنسبة للتشكيل أنا حبيت نديرها على شكل أصابع، واللي يحب يديرها بأي شكل راهي يعني على حساب اختيار كل واحدة فيكم، سواء الشكل ولا التزيين. كما قلت مسبقا في اول فيديو، هذه الكميه انا قطعت لي 42 حبه، دونك نتوما على حساب الشكل تاعكم، يعني راهي كميه زاكيه. هنايا بالنسبه للشوكولاته استعينت بالشوكولاته الداكنه، زدت لها زيت المائده فقط، لكل 100 غرام زيت ملعقه اكل، وضفت لها هنايا كلمسه خاصه الججلان. تقدروا ما تضيفوش هاد المكونات، كما تقدروا تستبدلوها بالفول السوداني محمص ولا بالمكسرات الاخرى. دونك هنايا قلنا كل وحده والذوق تاعها في التزيين. نقلاصيوها ونكملوا مع باقي الكميه ونخلوها تنشف. اي فوالا النتيجه النهائيه تاعنا، يعني جات هشه ولذيذه، يعني سورتو ذوق الليمون اللي امتزج مع الشوكولاته السوداء. صحه وعوافي على قلبكم. ما تنسونيش بدعم واشتراك، وإلا وصلتي لاخر الفيديو خلي لي تعليق باش نشوف شحال راكم مهتمين بهذا النوع من الفيديوهات. شكرا لمشاهدتكم.